تخيل انك عمال تقابل رفض ورا رفض، وكل حاجة قدامك عمالة تقولك انت مش هتقدر، مش هتعرف، انت هتفشل. بس في لحظة قررت تكسر القاعدة وتحاول بطريقتك. ده بالظبط اللي حصل لي وخلى المشاكل تتحول عندي لفرص حقيقية بفضل الله. تعالوا نعرف القصة كاملة. 70% من خبرتي جت من المشاكل اللي واجهتها في حياتي، سواء في الحياة الشخصية او الحياة العملية، سواء من وانا كبير او من وانا صغير. والحقيقة المهمة اللي عايز اقولها لك، النجاح مش بيجي غير من بعد ما تتعرض للرفض والمشاكل 100 200 300 400 مرة. في بداية حياتي العملية قررت اخد خطوة جريئة وبدأت مشروعي الخاص، وبدل ما اروح للعملاء الصغيرين اخترت اكبر عملاء موجودة في السوق اللي حجم استثماراتهم وشغلهم بالملايين. الكل ساعتها كان بيعارضني وكانوا بيقولوا لي استهدف العميل البسيط اللي على قدك اللي تقدر تشيل شغله، لكن انا كان عندي هدف مختلف وقررت لازم اتعامل مع العملاء الكبار من البداية عشان لما اكبر اكون فاهم السوق واكون مستعد صح. ولو خسرت من البداية هيقولوا ده لسه صغير، احسن لما بيقولوا خسر لما بيكبر ويبقى اسمه مسمع. وفعلا نزلت لهم ونزلت السوق وخسرت الاف مؤلف، بس النتيجة بالنسبة لي كانت مذهلة. اتعلمت ازاي ادخل على اي بزنس مهما كان حجمه واتكلم واتفاوض بثقة. وبعد 4 سنين رجعت لي نفس الشركات تاني وتعاقدوا معايا بكل سهولة، لان عرفت احتياجاتهم وعرفت ازاي اتعامل معاهم. اكتسبت ثقة كبيرة جدا عندهم لما شافوا الفرق اللي عملته في الكام سنة البسيطة اللي انا لما تعاقدت معاهم ولما جولي بعدها. الخلاصة والدرس اللي اتعلمته ان الفشل مش هو نهاية الطريق، لكن جزء اساسي من النجاح. المشاكل جزء اساسي من تكوين شخصيتك ومن تكوين مهاراتك الشخصية وتطورها. وخليك مستعد تخسر عشان تتعلم وتوصل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لنا ايه رأيك في القصة، وايه اكتر درس اتعلمته من فشل انت واجهته في حياتك. وما تنساش اللايك والشير وتدعمنا على القناة والصلاة على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.